ايه هي اعراض نشاط او فرط نشاط الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية زيادة افراز الهرمون منها بيؤدي الى اعراض جايز تختلف شوية على حسب طبعا درجة النشاط وعلى حسب سن الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية. يعني هنلاقي مثلا انه في تعرق بزيادة جدا في الجسم كله، في نزول شديد في الوزن غير مبرر، يعني يجي المريض يقول أنا مش عامل دايت ولا حاجة ولكن جسمي بينزل بشكل غير طبيعي، تسارع في ضربات القلب، ممكن جدا يبقى في إرهاق وتعب عام وعدم القدرة على ان الشخص ده يمارس نشاطه اليومي بشكل طبيعي. ممكن جدا يجي يشتكي من كرشة نفس، انا بمشي شوية او بمشي مسافة انا متعود اني امشيها قبل كده بس دلوقتي ما عدتش بقدر، بنهج، تعبان، مش قادر اطلع السلم. الاعراض دي كلها ممكن تكون موجودة بتفاوت، ومن المهم جدا انه نعرف انه كل ما تقدم السن كل ما بيكون تشخيص او كل ما بيكون اعراض الغده فرط نشاط الغده الدرقيه بيدي اعراض شويه مختلفه، ممكن تفوت على المريض واحيانا بتفوت على الدكتور نفسه اذا ما كانش متخصص. زي مثلا انها تيجي بس بمشاكل في القلب، فيجي المريض عنده مشكله تسارع في ضربات القلب، ممكن يكون عنده عدم انتظام في ضربات القلب، احيانا بتيجي بهبوط في عضله القلب إلى درجة إنه في مرضى بيدخلوا العناية المركزة بسبب هبوط عضلة القلب، وبيكون السبب فيها هو زيادة هرمون الغدة الدرقية. وزي ما قلت غالبا ده بيحصل في السن الكبير مش في الشباب والولاد الصغيرين. فالأعراض دي مهمة ولازم ندير بالنا عليها. في حالة وجود أي عرض من الأعراض دي التحليل بسيط قوي بتاع الغدة الدرقية وتحليل TSH اللي هو التحليل المبدئي جدا اللي بناء عليه الدكتور بيقول والله احنا مش محتاجين تحاليل أخرى، الأمور كويسة، أو أنا شاكك إن في مشكلة وإن احنا المفروض نكمل تحاليل الغدة الدرقية.